بناء على طلب المحبين والمتابعين، فيديو تقييم لعيبه الزمالك عقب الفوز على كهربة الاسماعيليه 5-2 في ماتش النهارده. في البدايه محمد صبحي خطأ في الهدف، يتحمل الهدف الثاني بشكل كبير. عمل كام خطأ في المباراه. محمد صبحي النهارده يستحق 5/10، ولازم عواد يرجع بشكل كبير، يكون موجود. احمد خضري ما شاء الله، مباراه هجوميه مميزه جدا جدا جدا، مباراه دفاعيه سيئه عشان نبقى واضحين. لعيب كويس جدا لكن عنده مشكله دفاعيه كبيره. الراجل كان بياخده ويروح بيه بشكل كبير، لكن هجوميا بدا يتطور ويطلع، ولسه واحده واحده هيظبط حاله بشكل كبير. خضري النهارده يستحق 6/10. محمود الونش اداء كبير، اداء رائع، لكن يتحمل مع صبحي مسؤوليه الهدف الثاني. فمحمود الونش النهارده يستحق ايضا 6/10. السيد اسامه عمل خطا كلفنا هدف. بقيه المباراه لعب بشكل جيد، لكن اتهز شويه بعد الهدف. في المجمل في المباراه يستحق 5/10، ومفيش لعيب ما بيغلطش، لعيب صغير وان شاء الله الجاي افضل. محمد ابراهيم لعيب مميز، لعيب عنده كوره، دفاعيا كويس على فكره، بس برضه محتاج يتقل شويه. هجوميا بقى يطلع ويعمل عرضيات. محمد ابراهيم ايضا يستحق 6/10. محمد اسماعيل واحد من المميزين في الزمالك، لكن زي ما قلت في فيديو المباراه بقى يهتم بالحته الهجوميه اكتر من الدفاعيه بعض الشيء. لازم ياخد باله من الحته دي بشكل كبير. لكن محمد اسماعيل ايضا لعيب مميز ويستحق النهارده 6.5/10. احمد حمدي ما شفتوش في المباراه، دفاعيا ما كانش موجود، هجوميا يمكن لعب كره واحده في اول الجيم، غير كده ما شفتوش. احمد حمدي يستحق 2/10. ادم كايد واحد من اللعيبه اللي كان ارائنا كلنا سلبيه فيها. ادم كايد دلوقتي بدانا نشوف الفيديوهات اللي كنا بنشوفها له زمان، بدانا نشوف منها حاجات دلوقتي قبل ما يجي الزمالك. فاتمنى انه يستمر. رب ضاره النافعه، يمكن رحيل ناصر ماهر يخلينا نكتشف ان عندنا لعيب جامد. هيبقى لعيب جامد اسمه ادم كايد ان شاء الله. ادم كايد النهارده عامل مباراه جيده، عنده بعض البطء في بعض القرارات، لكن ادم كايد لعيب جيد ويستحق 6/10. احمد شريف كنت بتكلم في فيديوهات كسر الرابطه لما كنا بنطلع نتكلم كده في الخفيف منه زي ما بيقولوا. كان بيلعب اكتشاف، كان بيلعب بشكل جيد في كاس الرابطه. هو مكسب كاس الرابطه او كاس العاصمه بيسموها، مش عارف بيسموها ايه دلوقتي. هو كان مكسب البطوله دي بصراحه يعني. واعتقد ان احمد شريف لازم يكون الجناح الشمال الاساسي للزمالك في بقيه الموسم ان شاء الله، ربنا يبعد عنه الاصابات. احمد شريف النهارده هدفين تحركات وبيشتغل بشكل جيد. احمد شريف النهارده يستحق 7.5/10. ناصر منسي لعيب كبير، كانوا عايزين يبيعوه، تخيلوا. ناصر منسي لعيب كبير، اداء جيد، هدف، ضيع كام فرصه ما ينفعش يضيعوا، لكن كان متعاون بشكل كبير. ناصر منسي ايضا يستحق 7/10 في ماتش النهارده. طبعا خوان بوزيرا ما لعبش، اللي لعب مكانه عداء الدباغ من وجهه نظري مان اوف ذا ماتش. لعيب كبير، هدفين، هداف الدوري، تحركات، بينزل تحت، بيلعب الكوره، بيسلك كور كتير، متعاون جدا. كوره في العارضه، كورتين في العارضه، بيتحرك بشكل جيد جدا. اعتقد النهارده عداء الدباغ من وجهه نظري يستحق 9/10. لعيب كبير جدا ومكسب كبير جدا لنادي الزمالك، ودايما بنشيد بيه هنا على فكره. من زمان كنا بنشيد بيه، دول ما حدش بيلعب له كور، ما حدش بيتعاون معاه. لو اشتغلوا معاه بشكل جيد هيشتغل بشكل كبير، وبالفعل هداف الدوري، وربنا يحميه ويبعد عنه الاصابات يا رب. التغييرات: يوسف الفرنسي والله نزل عمل شغل كويس جدا، يعني ممكن ياخد 5/10. عبد الله السعيد لسه راجع، ما لحقناش نشوفه بشكل جيد، لكن عبد الله السعيد طبعا خارج التقييم، لعيب كبير. محمد شحاته نزل برضه تحرك بشكل جيد، ما نقدرش نقيمه لانه برضه ما لعبش كتير. محمد نزل لعب باك يمين، برضه ما نقدرش نحكم عليه، لكن طلع كمل على فكره في الكره اللي اتلغت لناصر منسي، هو اللي رقص وشاط بشكل جيد. ايمن امير عايز لعب كوره في العارضه بشكل لعيب مميز، ولعيب يجي منه ان شاء الله. فحاجه كويسه. الزمالك النهارده اداء كبير واداء كويس جدا. مان اوف ذا ماتش طبعا عداء الدباغ. ان شاء الله في انتظار عوده اللعيبه، في انتظار عوده فتوح، في انتظار عوده بنتايج، في انتظار عوده اللعيبه اللي مش موجوده كلها، والزمالك يكتمل الصفوف والامور تمشي بشكل جيد باذن الله.